في اطفال كتير بيتاخروا في الكلام او عندهم سلوكيات صعبه، فالاهل يبتدوا يسالوا نبدا مع اخصائي تخاطب ولا اخصائي تعديل سلوك؟ اللي هقوله النهارده ممكن يوفر عليكي وقت وفلوس، والاهم انه هيساعد ابنك صح. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال والمتخصص في امراض تطور الاطفال، ويوميا بشوف حالات فيها اللخبطه دي. في الحلقه دي هنتكلم ببساطه ان شاء الله عن الفرق بين اخصائي التخاطب واخصائي تعديل السلوك، ومين المفروض نبدا بيه، وهنحكي كمان حاله طفل كانت ماشيه في الاتجاه الغلط. اولا، مين هو اخصائي التخاطب؟ اخصائي التخاطب بيشتغل على 4 مجالات رئيسيه: اللغه، يعني الطفل بيكون جمله ولا لا، بيستخدم كلمات مفهومه ولا لا، النطق اللي هو نطق الحروف والمخارج هل هي واضحه ولا الطفل بيشوه الكلام، نمره 3 الصوت، هل الصوت واطي جدا ولا عالي بشكل غير طبيعي، ونمره 4 البلع، ودي مهمه في بعض الحالات العصبيه او بعض الاصابات. يعني لو الطفل مش بيتكلم او كلامه مش مفهوم او مش بيتفاعل لغويا، فده غالبا شغل التخاطب الاول. طيب مين بقى هو اخصائي تعديل السلوك؟ اخصائي تعديل السلوك مش بيعلم الطفل يتكلم، هو بيشتغل على الحاجات دي: المشاكل السلوكيه زي العند، نوبات الغضب او رفض الروتين، المهارات الاجتماعيه زي المشاركه والانتباه والتفاعل، التنظيم الحسي او السلوكي عند الاطفال اللي عندهم توحد او فرط حركه. يعني لو ابنك بيتكلم كويس بس مش بيسمع الكلام او بيعاند او عنده سلوكيات مش مفهومه، يبقى ده دور اخصائي السلوك. طيب يا دكتور نبدا بمين؟ بصراحه مش دايما واضح مين الاول، بس في قاعده مهمه جدا انا بستخدمها عندي في العياده: لو الطفل مش بيتكلم او كلامه مش مفهوم او متاخر لغويا، لازم الاول تقييم تخاطب. كتير من السلوكيات الصعبه بتتحسن لو حلينا مشكله التواصل بتاعه الطفل. انا فاكر حاله من فتره، ام جات لي في العياده وابنها عنده 3 سنين ونص، عنيف جدا وبيصرخ كتير وبيكسر حاجات ومش بينفذ اوامر. كانت ماشيه معاه جلسات تعديل سلوك بقالهم 4 شهور ومفيش اي تحسن. سالتها يا ستي هو بيتكلم؟ قالت لي لا، بيعمل اصوات زي ويمسك ايديها يوريها اللي عايزه، وده كان واضح جدا ان عنده تاخر لغوي. وجهتها لتقييم تخاطب وبداوا جلسات، وبعد 3 شهور بدا الولد يتكلم وسلوكياته اتحسنت بشكل ملحوظ. طب يا دكتور، هل ممكن الاثنين يشتغلوا مع بعض؟ طبعا، في حالات زي التوحد او فرط الحركه او التاخر النمائي العام الطفل بيحتاج الاثنين مع بعض، لكن المهم نبدا صح، نبدا بالاكثر الحاحا ونخلي فيه تنسيق بين التخصصين. واهم حاجه التقييم الاول يكون عند طبيب اطفال متخصص في النمو والتطور. لو لسه مش عارفين تبداوا منين او حاسين ان في علامات مش واضحه، انا عامل حلقه مخصوص بعنوان امتى تروح لاخصائي تخاطب، هتلاقي فيها علامات التنبيه والاعمار اللي نقلق عندها، وهسيب لكم التعليق ان شاء الله واللينك ان شاء الله في الكومنتات. ولو حابين تعرفوا الفرق بين تاخر الكلام والتوحد او ازاي نساعد ابننا يتكلم، برضه في حلقات مهمه جدا ان شاء الله هسيبها لكم في الوصف تحت الحلقه. ما تنسوش تشاركوا الحلقه مع اي اب او اي ام محتارين في النقطه دي، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان توصلكم حلقاتنا جديده اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.